بابا، يا ماما. أنا صغير بس بحس بكل حاجة، كل حاجة. لما ماما تبقى زعلانة أنا بحس، لما بابا يبقى ساكت أنا بحس، ولما في توتر بينكم أنا بلمحه من أول نظرة وبشيله جوه قلبي من غير ما أقول. أنا مش كبير بس بعيوني الصغيرة بشوف حاجات كتير، وبقلبي الصغير بشيل أكتر. بشيل همك يا ماما لما ترجعي تعبانة وما تقوليش، بس نظرتك بتحكيلي. وبشيل همك يا بابا لما ترجع ساكت وتحط الموبايل على جنب وتقعد تفكر، وأنا قاعد جنبك ساكت بس دماغي شغالة. أنا فاكر كل مرة كنتوا تعبانين فيها ومحدش قالي أنت عامل إيه، كلكم مشغولين، وأنا بشيلكم جوه قلبي وبحاول أكون سبب في ضحكتكم، وأنا أصلا محتاج اللي يضحكني. أنا اللي لما حد يزعق أروح أطبطب، أنا اللي لما أختي تعيط أحضنها وأنا مش لاقي حد يطبطب عليا. أنا طفل بس حسيت بدور الراجل قبل ما أعيش طفولتي، بقيت مسؤول عن مزاج البيت، عن راحة اللي حواليا، عن السلام في البيت. بس نسيت أكون أنا، نسيت ألعب ونسيت أعيط ونسيت أتكلم. أنا مش المفروض أكون الحمل، أنا المفروض أكون الحمل اللي بيتشال مش اللي بيشيل. بس الحقيقة أنا بقيت شايلاكم كلكم، وأنا مش قادر أكون دايما اللي بيهدي، مش قادر أكون دايما اللي بيراعي، مش قادر أكون دايما اللي فاهم، وأنا محدش فهمني. أنا بضحك لما أكون موجوع وبسكت لما أكون محتاج، وبحضنكم وأنا اللي محتاج حضن. أنا بقيت كبير قبل وقتي، مش علشان نضجت بس علشان الظروف فرضت عليا كده. يا ريت مرة تقولولي أنت مش مسؤول عن كل ده، أنت طفل عيش طفولتك. يا ريت حد يقولي إحنا شايفينك، إحنا حاسين بيك، وإنت مش لوحدك. أنا محتاج أسمع ده قبل ما أصدق إن وجودي مربوط براحتكم، وإني مش مهم إلا لما ريحكم. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي بيجبر نفسه يبقى كويس علشان ما يضايقش حد.